السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ما ينفعش يكون الانشوجة في السوق وطبعا ما نجيبهاش ونخللها مع بعض. الموسم بتاعها ده ولازم نجيبها ونخللها. جبت كيلو كده من الانشوجة من السوق، غسلتها غسلة محترمة كده مرتين تلاتة في طبق، وحطيتها في طبق مصفى تصفي كل المية اللي فيها بقى. وتعالوا بينا نشوف هنخللها ازاي. 5 ايام وهتاكلي احلى انشوجة في حياتك. ملح خفيف كده وطعم في منتهى الجمال، دايبة معاكي دوب، حاجة كده روعة جدا. لو اول مرة تشوفي قناتنا ارياف ومدن ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. هستنى كل تعليقاتكم على الفيديو. يلا بينا بقى نشوف هنخللها ازاي. اول حاجة عندي بقى الملح بتاعي، 1 2 3. عندي 3 معالق من الملح، كنت فاكرة ان انا حاطة 4 على فكرة. المهم بقى عندي 3 معالق من الملح. بصوا مظبوط جدا 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 جدا. طبعا احنا فتحناها واكلنا منها. عندي شوية كده من الكركم علشان يدوها لون حلو. حطي معلقة محترمة يا حلوة كده. انا ما عنديش بقى زي ما انتوا شايفين كده، ده كان اخر شوية في الكيس. شوية بابريكا وشوية شطة. طبعا ما تكتريش الشطة علشان خاطر الولاد لو هياكلوا منها ما تضايقهمش. حاجة كده بس تديكي شطشطة خفيفة. هنقلب بقى كل المكونات كده مع بعض. 3 معالق ملح يا بنات، ما تزودوش علشان ما تنشفش منك وما تطلعش حادقة معاكي قوي. عندي كمان ورق لورا، ده هنحطه على وش البرطمان او الكيس اللي انت هتخللي فيه. بس انا هخلل في اكياس في برطمانات ازاز. بصوا بتطلع بقى الملوحة معاكي زبدة. هبدأ بقى الف الانشوجة بتاعتي بالملح والشطة والكركم والبابريكا. هقلبهم بقى كويس مع بعض كده. لا طبقة ملح ولا طبقة انشوجة ولا كل الكلام ده، لا، قلب 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 مع بعض وعب في البرطمان. حاجة كده سهلة جدا وسريعة وحلوة جدا. واللي عجبني فيها بصراحة يا بنات، كان دايما بتحدقي مني سنة. 3 معالق ملح على كيلو الانشوجة طالعة رائعة. ملح خفيف كده وطعمها حلو جدا، ويعني حاجة حلوة بصراحة. هنبدأ بقى نعبي في البرطمان كده. في بعض سمك كده معايا انواع مختلفة هنحطها تحت علشان لو احتاجت يعني وقت اسرع، وقت اكتر في التخليل. هبدأ بقى اعبي البرطمان بتاعي واكبسه كويس، يعني اضغطي عليه كده علشان خاطر ما يبقاش في فراغات وهوا معاكي. شايفين بقى ملفوفة بالملح والشطة، حلوة جدا. لو اول مرة تشوفي قناتنا ارياف ومدن، اشتراك في القناة ولايك للفيديو علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. هستنى كمان تعليقاتكم على الفيديو، وكل واحدة تقول لنا بتعمل الانشوجة ازاي، او طبعا السردين، اي نوع من انواع الملوحة تقول لنا بتعملها ازاي. في ناس طبعا كتير بيحطوا بقى ليمون وبيحطوا خل والكلام ده. ما بحبش احط الكلام ده خالص، بيضيع طعم الملوحة بتاعتنا، او ايا كان السمكة اللي انتي مخللاها يعني بتضيع طعمها بصراحة. طبعا انا عبيت البرطمان زي ما احنا شايفين كده مع بعض. حطيت على الوش ورق لورا، وهنزل بقى بشوية زيت حلوين بتاع نص نص ازازة. نص ازازة ايه باش، نص ازازة ده موجود دلوقتي. نص كوباية كده من الزيت او ربع كوباية زيت على الوش. طبعا هنحط كيس ما بين البرطمان والغطا بتاعه علشان ما يعديش اي هوا معاكي. بحط انا كيس بقى مش مشكلة. هعبي بقى البرطمان التاني. عايزه اقول لكم ان اللي هو البرطمان ده بياخد نص كيلو من الانشوجة، يعني بياخد كمية حلوة جدا. انا جايبة كيلو.
اظن مفيش اسهل من كده تخليل، و5 ايام هتاكلي احلى انشوجة في حياتك. طريقة سهلة وسريعة، وكمان يعني حاجة كده طبعا كلنا بنحبها بصراحة. طبعا ما تنسيش تضغطي علشان ميبقاش في اي فراغات معاكي، وكمان تستوي معاكي بسرعة. احنا كمان في الشتاء يا بنات، يعني ما خدتش اكتر من 5 ايام. 5 ايام كنت فاتحة عليها، طلع زبدة معايا. طبعا هنشوفها في اخر الفيديو، انا جبتلكوا الفيديو كامل متكامل علشان خاطر نشوف مع بعض بعد ما اتخللت. مننساش بقى ورقة اللورا بتاعتنا، بتديها ريحة حلوة قوي. طبعا بتضيع يعني ريحة الزفارة وطعم الزفارة شوية. شوية الزيت بتوعنا الحلوين، وهنحط كيس ونقفل البرطمان بتاعنا، ونسيبها بقى في المطبخ كده من تحت او من فوق زي ما انتي عايزة كده، ظرفة ما بتفتحهاش كتير يعني. وهنسيبه 5 ايام بس، وهيبقى زي الفل معاكي. يلا بينا بقى نشيلها في المطبخ، نقفل بس كويس علشان مفيش اي هوا يدخل للسمك بتاعنا. البرطمان التاني بقى ما شاء الله زي الفل. حلوة جدا ما شاء الله. واحدة كده واقعة، لان ندخلها بقى يعني مش معقول. مفيش حاجة تترمي اليومين دول يا جماعة، يعني مفيش حاجة تترمي خالص. ما تنسيش بس تحطي الكيس على وش البرطمان كده. ما شاء الله زي الفل. يلا بينا بقى نفتح عليها بعد 5 ايام من تخليلها. شايفين بقى حبايبي، انا حطيت لها كيس كده زي ما احنا شايفين. نفتح عليها بسم الله ما شاء الله. زبدة يا بنات، زبدة. شايفين بقى الجمال. حابة بقى تزودي شوية كركم كمان لو بتحبي لونها مصفر شوية او محمر شوية، زودي شوية بابريكا. بتحبيها طبعا حراقة زودي شوية شطة. طبعا كل الاختيارات دي حاجات اختياري. الملح هو اهم حاجة، بس يبقى مظبوط معاكي 3 معالق كبار من الملح. شايفين بقى الجمال. هنقطع الراس بتاعتها كده. شوف بتتزحلق بقى من الزيت، بس طبعا الزيت بيحافظ عليها. انا مش شايلها في التلاجة لان طبعا الجو ساقعة، ويعني هي برا التلاجة. وما شاء الله يعني نص البرطمان خلص في يوم. لا الف هنا وشفا. شايفين بقى الجمال. شوية بقى عيش بلدي من الحجم الصغير ده يا بنات. محتاجين طاولة عيش، مش محتاجين رغيفين 3، لا لا. شوية عيش كده بقى، مش محتاجة حاجة تانية. شوية بصل جنبهم زي الفل. شايفين بقى الجمال. الف هنا وشفا. تاني هعيد وهزيد يا بنات، الحدق بتاعها كان فوق الرائع. 3 معالق ملح على كيلو الانشوجة، كان فوق الرائع. ملح خفيف كده وطعم في منتهى الجمال. حابة بقى تقدميها تفصصيها براحتك، حابة تقطعي الراس وتشيلي الشوك وتقدميها برضو براحتك. بس طبعا انا من الناس اللي بحب بقى افصص براحتي، اقطع ايوه احنا بناكل كده مفيش اي مشكلة. شايفين الجمال. حلوة قوي قوي. الف هنا. اعملوها وجربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. يلا سيبوني بقى علشان اكل واقتحم البرطمان ده.